الحلقة رقم 31 من بسمة عمل. الشطارة مش كفاية. في موظف عبقري في شغله، رقم 1 في الأداء، وبيفهم أسرع من أي حد، لكن بيتعامل مع زمايله كأنهم مش موجودين. ما بيسلمش على الناس، مبيقولش حتى صباح الخير سلام عليكم، ما بيشاركش معلومة، وبيفتكر إن الشغل عبارة عن أرقام ومهام مطلوبة منه وبس. هحكي لك على أحمد، بس مش أنا. كان توب برفورمر في شركة، من أكثر الناس شطارة بالمعنى البلدي كده، لكن كان شايف إن العلاقات مضيعة وقت. ما بيحضرش قعدات مع الفريق، عارفين هي القعدات الشخصية دي، وما بيعرفش حتى أسامي الناس اللي معاه في القسم، إيه ده؟ ولا في الأقسام التانية. لكن يوم ما الإدارة قررت تختار مدير جديد، كل الناس توقعت إنه هيكون أحمد، لكن المفاجأة اختاروا واحد أقل منه شوية في الأداء، لكن محبوب ومعروف وبيساعد الناس وعنده شبكة علاقات قوية جدا جوه الشركة. صاحبنا أحمد اتصدم وقال إزاي يختاروا حد أضعف مني؟ إزاي؟ ما مش عارفين وشايفين الأداء بتاعي؟ ولكن الإجابة كانت بسيطة. الشطارة تخليك تنجح، لكن العلاقات تخليك تستمر وتترقى. وهنا أنا بتكلم على العلاقات الصحية اللي مبنية على علاقات بيزنس. الرسالة هنا لحضرتك، الشغل مش بس مهام وأرقام، الشغل ناس، والناس هي اللي بتفتح لك الأبواب. توصيتي ليك النهاردة، خليك حاضر في تواصلك مع الفريق، حتى لو مش بتحب الاجتماعات. هتبذل مجهود شوية عشان تتأقلم، ولكن ضروري جدا. ساعد غيرك من غير ما تستنى مقابل. افتكر ان اللي بيحبك هيدافع عنك وقت القرار اللي ضدك. المهارة تكسبك السباق، لكن العلاقات تخليك دايما على المضمار. سؤالي ليك النهاردة، مين الشخص اللي محتاج تبدأ تبني معاه علاقة شغل أقوى من النهاردة؟ أشوفكم في بسمة عمل جديدة.